وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى متتبعي القناه شيماء ونيضه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. عواشركم مبروك، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه كل ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله نوجد معكم مجبنه تطوانيه اولا رغيفه بالجبن عربي. هذه المجبنه حنا عندنا ضروريه في تطوان في مائده الافطار نهار العيد. غنحتاجوا على بركه الله في المقادير. بالنسبه للعجينه عندي هنا 6 كيلو طحين ابيض، واحد بيضه، معلقه كبيره الزبده، معلقه صغيره سكر كلاصي، شويه د الملح، وعندي كاس د المزهر باش نجمع العجينه كتعجبني بالمزهر. بالنسبه للحشوه عندي هنا 4 كيلو جبن عربي يكون ناشف، جبن بلدي، جوج صفار بيضات، معلقه كبيره سكر كلاصي، شويه د المسكه محبوكه مع السكر سنيده. خليكم معايا شوفوا طريقه التحضير. دابا غنبدا نخلط العجينه ديالي وغنعمل ديك البيضه، معلقه السكر كلاصي، الزبده، والملح، غنعمل شويه د المزهر. بسم الله ونبدا نعجن. ملي كتجمع لنا العجينه البنات خصنا ندلكوها مزيان. هاد العجينه خصها تدلك مزيان. بعد ما دلكنا العجينه مزيان غطيتها بطابي سولوفان ونخليها ترتاح شويه وندوزو نخلطو الحشوه ديالنا. دابا غنخلط الحشوه اللي عندي. غنعملو ديك الجبن العربي. قلنا الجبن خصو يكون ناشف. غنعمل ديك جوج صفار البيضات، سكر كلاصي معلقه، المسكه، نخلطو كلشي. هاد المجبنه البنات كتجي غزاله. كنهضر مع البنات اللي ماشي في تطوان باقيين ما كيعرفوهاش. اما في تطوان عندنا معتمده، عندنا في الفطور العيد ضروري كتكون هذه في طابله الفطور. صافي ملي كتخلطنا الحشوه ديالنا مزيان نخليها على جنب وندوز باش نعمل كويرات من العجين ديالي. صافي دابا كندهن العجينه بشويه د الزيت وكنعمل كويرات صغارين. صافي دابا نبداو نطلقوا الرغيفات ديالنا. عندي هنا الزيت والزبده باش كنورق العجينه. حاولوا تطلقوها رقيقه شويه باش يجيونا مورقين. صافي بعد ما كنرققوا العجينه مزيان غنعمل شويه الحشوه انا نعملو مع صابرين شويه، صابرين كيجيو حلوين هكا في التبسيط. نزيد دائره اخرى حيت غنعملو وحده في قلب وحده. صافي كنعمل وحده في قلب وحده. خليهم يرتاحوا شويه. انا نكمل بهذه الطريقه هذه نعاودو نتلاقاو. صافي بعد ما كملنا الرغيفات ديالنا اللي بغا يطيبهم في الفران يسخن الفران 180 درجه ويصفهم في الصينيه ويطيبوا في الفران. انا ديما كنقليهم كيجيوني مقليين حسن. غنقرصهم بشويوش
الميام ديالها، نطيبو وحده بوحده ونبقاو نسيبو عليها الزيت باش كتجينا باش كيتنفخوا. صافي، من بعد ما كتقلى لنا المجبنه ديالنا، شوفوا البنات الطريقه اللي باش كنقليوها بها باش كنوزعوا عليها الزيت، كيتنفخوا كيجيو مزيانين مهشاشين. والعسل كنعملوا شويه د العسل من الفوق، كاين اللي كيبغي يعسلهم كامل يعني يطفيهم في العسل. علينا شويه د اللوز الفيفي صافي، نتلاقاو بالتزيين ان شاء الله. المجبنه ديالنا هي هذه. من بعد ما كتوجد نتمنى البنات تجربوها، راه كتجي غزاله، نتمنى تجربوها وتعجبكم. الا عجبكم فيديو اليوم حبيباتي ما تنساوش تخليو لي جيم اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. نتمنى نكون خفيفه على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله.